كانت ممثلة، كانت عايزة تعمل إحياء فيلم قديم، فدخلت الأنيمس عشان تحييه. وهنا كانت المفاجأة. ملحوظة، أنا هقعد أنقل الألوان بين الأبيض والأسود طول الحلقة عشان أدخلك في المود، عشان نص الحلقة تصور بالأبيض ونص تصور بالألوان. يلا بينا نخش في الحلقة. القصة تبدأ بفيلم قديم، فيلم قديم معمول بالأبيض والأسود، وأنت مش فاهم قصته إيه ولا بيحكي عن إيه، بس هو واحدة وواحد وبيحبوا بعض. فيلم كلاسيك عادي. الفيلم ده دايما بينتهي بالنهايات الكلاسيكية، البطل تتجوز البطلة والشرير يتقبض عليه وزي الفل. الفيلم ده كان محقق شهرة جدا لشركة الإنتاج اللي أنتجته، واسمه هوتل ريفيري. بس انتوا زي ما انتم عارفين، المشاهد الحديث بعد تطور الزمن مبقاش يحب النوع ده من المشاهد، ونتيجة على ذلك الشركة كانت في طريقها للإفلاس. وفي ظل ما هي قاعدة وحيدة بائسة في مكتبها، بتيجي عليها واحدة وتقترح عليها إن هي تعمل إعادة إحياء لأفلامها. فطبعا هي تبص لها ببؤس وعدم وجود أمل، وتقول لها إزاي؟ قال لها هنعمل إعادة توليد الأفلام دي بالذكاء الاصطناعي بمشروع الأنيمس. فقالت لها طب مين الممثل اللي ممكن يرضى يمثل في أفلام زي دي؟ قالت لها هنتصرف. حاولوا يكلموا كذا حد، وفي الآخر بعد لما كل الممثلين رفضوا الدور وقالوا إن هم مشغولين، ما قبلتش بيه غير الممثلة دي، ممثلة خارجة من علاقة فاشلة. وكمان قررت إن هي مش عايزة تصور دور الست أو تمثل دور الست، كانت عايزة تمثل دور الراجل عشان تاخد دور البطولة. إيه؟ حرفيا يا جماعة، ما هو مش معقولة انت تعمل لي الكوكتيل الغريب ده. انا كنت طول النهار عندي اشمئزاز وانا بتفرج على المسلسل ده، لان الحاجة مش لايقة على بعضها. الموضوع كان عامل زي ايس كريم وتحط عليه شوية عدس وتاكله وما تكتفيش بكده، لا انت ترش عليه كمان مية خرا. المهم الممثلة بعد لما تروح تقبل الدور، تروح لهم اللوكيشن ويقولوا لها هتحط على كذا انيمس ويشرحوا لها كل الحاجة. انا مش هدخل لكم بقى في التفاصيل، كل تفصيلة بس واحدة اللي نبهوها ليه ان هي تحفظ دورها وتعمله بالظبط، لان الشخصيات اللي في الاي اي كلها مبرمجين يعملوا الدور بتاعهم في نفس السياق وبس. المهم هي تخش الانيمس وتبدا بالمشهد الاول. المشهد ده في الاوتيل اللي هي المفروض تقابل فيها الست، هي اللي هي لابسه بدوم الراجل ده، مثل دور الراجل، تقابل الست دي. ماشي، نقول تاني. المهم عشان تعكها زياده بقى، بوظت حاجات في السيناريو، زي ان هي طلعت ما بتعرفش تعزف ديانو، زي انها ما عرفتش تجذبها في الحديث معاها، وتقعد تقول كلمات ما بتستعملش. فطبعا الشخصية كانت قاعدة تستغرب قدامها. المهم بقى ان كل ده والشخصية كانت بتعاملها على انها راجل، زي ما هم كانوا بيقولوا لها انها تعاملك على انك راجل ابيض، وهي في الاخر مرأة سوداء هي اللي بتعاملها. حاجة يعني الاي اي مبرمج عليها عشان هي اصلا اي اي. بس في نفس الوقت كانت بتستغرب من الكلمات الغريبة، كان السيناريو بيروح لحتة غريبة، زي مثلا السيناريو مش هيجي ناحية الفيلم. وعشان كده هي عدم التزامها في الحوار عمل بقى كارثة كبيرة. فهي عشان تعالج بقى الموضوع ده قالوا لها خلاص هنسحبك من انيمس. طلع ما ينفعش، طلع ان لازم تخلص القصة كلها للنهاية. المصيبة بقى انهم اكتشفوا في النهاية ان هي بسبب اللي هي عملته وتراكم الاحداث دي اللي ادت مثلا ان الكلب هو اللي تسمم، ودي ما حصلش في الفيلم الحقيقي، وان مثلا هي المفروض تتقتل في اخر الفيلم. تحصل حاجة أسوأ، واحد من المشغلين يدلوا القهوة بتاعته على الجهاز فيبوظ الجهاز وتنقطع الاتصال بيه وبين العالم التاني، فتفضل الممثلة محبوسة في الأنيمس لمدة أيام. فالمشهد كله يقف ما عدا الممثلة نفسها واللي بتعمل معاها دور البطل الست، وكل حاجة تتوقف. فالممثلة بقى تقعد تصرخ وتحاول تتصل بيهم ومحدش يرد عليها، وهم على الجانب الآخر في الليمونة خالص، لا عارفين يحلوا المشكلة ولا عارفين يعملوا حاجة، وفضلوا نايسين لمدة أيام. هي تسكت؟ لا، تشرح لها كل حاجة من كل حاجة، وهي الشخصية نفسها تستغرب وتقعد تستنكر وتقعد تسترجع ذكريات وتقعد تعمل فجوة أكبر من الفجوة اللي كان عملتها الممثلة عشان ما التزمتش بالدور.
فات لما قلت لك ان الممثله خرفت في الكلام وقالت كلام غلط، وهي دي ان هي قالت للست اللي هي في الكاركتر عن اسم الممثله اللي مثلتها قبل كده، مش اسم الشخصيه الحقيقي. ودي من الذكريات اللي استرجعتها. شخصيه الاي اي نفسها قعدت تنصدم ويعمل رياكشنات، وحتى الراجل بتاع الجهاز لاحظ الفجوه دي وقالت ان دي هتعمل فجوه في الزمن. والنهايه بقى طبعا الاي اي نفسها كشخصيه عرفت تخترق حاجات زي انها تخترق الحواجز، هي كانت حاجه غريبه. وان هي واتقمصت بقى وزعلت وطلعت اوضتها، فتروح تصالحها وتطلع وراها الاوضه وتحاول تتاسف لها وانها ما تقصدش، والاي اي يحاول ما يقبلش منه الاعتذار ويتحاول معاها تاني لغايه لما في الاخر تحن وتعتذر لها، وتبدا بقى تنشا علاقه بينهم، وهي الاي اي فاكراها انه راجل لان ده البرنامج بتاعه، وهكذا. وتنشا بقى العلاقه، وبين الايام دي هم بيحاولوا يصلحوا بقى الجهاز وكده، وبعد كده يقعدوا يصلحوا وتنشا بينهم بقى، والعلاقه بينهم بقى تستمر وكل حاجه وتمام ومية مية وزي الفل. واخر تغميس بالعدس، اخر تغميس العدس بالايس كريم بميه المجاري. فيعني حاجه جميله الصراحه. فتستمر بقى العلاقه على كده. المهم وتحصل المفاجاه الغير متوقعه، وهو ان الاغبياء اللي راحوا دمروا الجهاز يصلحوه تاني، فيرجعوها تاني، فيعملوا اتصال بيها تاني. وبعد ما يعملوا اتصال بيها تاني يقولوا تلتزم بقى بالمشاهد. وكان باين بقى على وش الممثله علامات الحزن ان هي ما كانتش عايزه تسيب الانيمس. في الاخر هي تروح تنفذ المشاهد تانية خالص، انها تروح للبوليس والشرطة عشان يقبضوا على المجرم اللي كان هيقتل الست عشان خانته وكده ومش عارف ايه، لان ده كان موجود في سيناريو القصة. واكشولي ما كانش موجود في سيناريو القصة، ده ظهر بسبب التراكمات اللي هي الممثلة عملتها بسبب غلطها في السيناريو. فهي راحت للبوليس وجابت البوليس عشان يقبضوا على المجرم. وفي اخر مشهد النهاية بدل لما هي تتقتل، في الاخر حصل ايه؟ ايوه، الست هي اللي اتقتلت في مشهد النهايه. وخلص الفيلم وقعدوها للانيمس، وهي رجعت الممثله رجعت حياتها الطبيعيه تاني. وكان ده هي النهايه. في اخر الفيلم بيظهر لها بقى هديه تليفون وتوصله بالانترنت، ويتضح في الاخر ان ده تليفون ذكاء اصطناعي توصله بالانترنت، وتروح تكلم الممثله اللي هي الست هي اللي كانت بتمثل معاها. بعد لما يخلص الفيلم ويحقق نجاحات وهي تفضل وحيده، بس تفضل في الاخر مع هذا الذكاء الاصطناعي وتتكلم معاه بالتليفون من خلال آلة. الحلقة دي بالنسبة لي أسوأ حلقة وأسفل سيناريو وآخر كل حاجة في حاجة صراحة يعني، وكل حاجة مش لايقة على بعضها. الحلقة دي يا دوبك بس دي أجندة لدعم الأقليات ولدعم الناس اللي منهوبة حقوقها، وحطها كده حلقة في الوسط عشان أجندة كده خلاص حاجة، وفي الآخر ومش لايقة كمان. أنا ما عنديش مشكلة إنك تدعم الأقليات وتدعم الناس اللي عايزة تطالب بحقوقها، بس حطهم في حاجة لايقة في إطار يليق بيهم، بس ما تفبركش سيناريو كامل وتبوظه عشان تحطهم حشر في السيناريو. انت كده بتبوظ القضية بتاعتهم اكتر. وكمان شارك فكرة الانيماز بتاعت اساسن كريد. يعني انت المفروض مسلسل مبدع وابدعت وعامل نجاح، ليه تسرق فكرة الانيماز بتاع اساسن كريد وتحطها على فكرة الرجوع من الماضي؟ ما انت كأنك كده بتعمل كوبي بيست لاساسن كريد. يعني انت تشوف مسلسل بلاك ميرور ولو شفت الحلقة دي لوحدها تقول ان الحلقة دي جت بالغلط، او الحلقة دي مش تبع مسلسل بلاك ميرور، مكتوبة بشكل سيء جدا وسيناريو سيء جدا وكله اي كلام وكله خرا. برضو فيها رسالة الذكاء الاصطناعي، احياء الصور او برامج احياء الصور اللي ظهرت، حاجات كتير، العودة الى الماضي، مش عارف بقى حاجات كتير، ان الحاجات اللي في الذكاء الاصطناعي دي ممكن تفضل حية وممكن تخترق السيستم، وده هنشوفه في الحلقات الجاية عموما. بس غير كده هي الحلقة زي الزفت، وكان ممكن يحذفوها او ما كانوش ممكن يعملوها مع الحلقات دي ويكتفوا بالحلقات التانية. ويلا لو عجبكم الفيديو بقوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو ما عجبكوش ابقوا تفوا على الفيديو. سلام.